عملت لكم فرخه كامله زي المطاعم واحلى عشان فيها تتبيلتين، واحده جوه وواحده بره. طبعا انتوا عايزين تعرفوا ايه الاسود اللي انا بحطه على الفراخ ده. وفي الوصفه دي انا هستعمل مرقه من كنور. في الهون هنحط 5 فصوص ثوم وجنزبيل فريش ونفرم الاثنين مع بعض. في بوله نحط فيها معلقتين كبار من الزبده وتكون فكه، وعليها ملح وفلفل وبابريكا وعصير ليمون وزعتر فريش، وهنحط مكعب مرقه من كنور. وعاوز اقول لكم ان كل نوع ليه استخدام. المرقه البودر تمشي للفراخ والنودلز وعايزكم تجربوها على الفشار، والمكعبات تمشي للصوصات والطواجن الباميه واي حاجه فيها نسبه دهون عاليه، والمكعب الواحد بيكون للرز والمكرونه واي تتبيله خفيفه كده عشان نسبه الدهون بتاعتها قليله، وعشان كده استعملتها للفراخ. وهنحط معاها فصين توم ونقلب تقليبه حلوه. وهنجيب فرخه كبيره حوالي 2 كيلو او اقل براحتنا، ونحط الزبده المنكهه جواها ونفتح تحت الجلد ونعمل مساج رايق من اللي احنا محرومين منه. وكده اول تتبيله للفراخ خلصت، نعمل اللي بعدها. وفي الخلاط نحط بصل وفلفل رومي احمر وطماطم وعصير ليمون وعلبه زبادي ومعلقه صلصه بيوريه وشرايح جنزبيل فريش وملح وفلفل وبابريكا وشويه ميه عشان تساعدنا في الضرب، وفصين توم، ونقفل ونضرب ضربه حلوه لحد ما كله يكون واحد. وكده التتبيله الثانيه جاهزه. والله حدوته مدلعكم. عندي كيلو بطاطس نبدا نقطعها مكعبات او اي تقطيع احنا بنحبها، وصينيه تدخل الفرن نحط فيها البطاطس مع فلفل حامي ونص التتبيله على الخضار، ونحط النص الثاني على الفراخ ونعمل مساج رايق للفراخ وللبطاطس. والله الاثنين متدلعين اكتر مننا. نجيب بطرمان ونلفه بسيرفر ونحطه في نص الصينيه ونقعد الفرخه عليها. انا شايف ان هي سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. ونرش عليها شويه زيت ونغطيها بسيلفر ونخلي السيرفر بعيد عن الفرخه خالص، انا عايزها تخش مستريحه. ونطلع على فرن شغال على 180 حوالي ساعه ونص او اكتر حسب حجم الفرخه. هتطلع معاكم بالحلاوه دي. هنرش عليها شويه سماق على الوش وندخلها تحت الشوايه لحد ما تحمر، وهي في الفرن هنقلب فيها كل شويه عشان احنا عاملين شوايه يدويه. انا شايف ان حدوته مدلعكم، وعايز اقول لكم ان كنور عامله مسابقه والكل كسبان ذهب وخصومات. اشتري اي مرقه من كنور ب 40 او ب 70 او ب 100 جنيه، وروح اقرب فرع من كارفور وهايبر 1 واسواق فتح الله وجمله ماركت، هتلاقي مندوبين كنور موجودين طول اليوم. روح لهم بمشترياتك ولف العجله والكل كسبان خصومات وذهب. واول 2 ويك اند في القاهره من 6 و7 و8 و13 و14 و15 نوفمبر، وثالث ويك اند في الصعيد من 20 21 22 نوفمبر، والرابع ويك اند في اسكندريه 27 و28 و29 نوفمبر. وبس كده يا سيدي، كل وادعي لي واعمل سيف للحلقه دي واتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام. بسم الله. جامده قوي وتستاهل التجربه، جربوها هتدعوا لي. سلام.